السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي. انا ياسمين ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه، تدعموني بلايك، وكمان تسيبولي كومنت حلو منكم. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، وبدات معاكم كده ان انا اجهز الغدا. طبعا انا بنوع لكم في الفيديوهات، مره روتين، مره تجهيز فطار، تجهيز غدا، وان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه هيكون فيها مشتريات. اتمنى بس ان انتوا تتابعوني. وزي ما انتوا شايفين كده معايا النهارده ان شاء الله هنعمل فراخ مشويه. اول حاجه زي ما شفتوا كده ضربت معايا بصلتين كده حلوين في الكبه. وطبعا كنت غسله الفراخ بتاعتي كويس جدا، وكنت نقعها في الملح. وبعد كده غسلتها طبعا من الميه والملح، وبدات ان انا اضيف عليها التتبيله بتاعتي. ضفت طبعا البصل زي ما انتوا شايفين كده. وحابه ان انا اقول لكم حاجه واحنا بنجهز التتبيله مع بعض. الفيديو بتاعي اول فيديو على القناه، جالي عليه تعليقات كتير جدا جدا. ناس كتير بتقولي انتي بتغسلي المواعين فوق الفراخ. يا جماعه انا حبيت اوضح، بس لو تلاحظوا ان الفراخ كانت عليها استريتش راب، والاستريتش راب ده على فكره اتنين طبقتين فوق بعض. انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه. يعني انا مش اول مره ان انا اجيب فراخ. وبعدين على فكرة أنا بس عشان كان أول يوم ليا بصور، فكنت مرتبكة شوية. أنا في العادة بجيب الفراخ بحطها في طبق، وبغسلها الأول وبحطها على جنب، بس أنا ارتبكت شوية. وطبعا كل اللي كتب لي كومنت التعليق بتاعكم كلكم أنا يا جماعة مبسوطة بيه. صدقوني إذا كان سلبي أو إيجابي أنا مبسوطة بيه. بس أنا أكيد أكيد هحافظ على صحتي أنا وأولادي. فزي ما شفت في الفيديو انا ما فتحتش الفراخ من الاسترتش راب اللي عليها غير لما خلصت خالص. بدأت ان انا افتحها واحطها في طبق بلستيك، واغسلها وانقعها كمان في ميه وملح. فكومنتاتكم كلها على راسي، وانا بجد كل كلامكم انا متقبلاه، وكل نصيحة انتوا بتقولوها انا متقبلاها. ونكمل بقى الفراخ بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين انا بدأت احط بصل، ضربت طماطم. اللي حابب يضيفها تمام، اللي مش حابب براحته. لو في فلفل اخضر برضو يكون كويس. بدأت احط ملح، فلفل، شوية قرفة صغيرين، شوية زعتر، شوية بابريكا، شوية بهارات، مثلا بهارات مشويات او بهارات اللي هم 7 بهارات. اي بهارات عندك بتحبي تضيفيها. وبدأت بقى كده عندي ان انا كمان اجيب عندي شوية خل ومعلقة عسل. زي ما انتوا شايفين معايا كده العسل بيدي للفراخ لون حلو جدا. لما بتتحمر في الفرن بتديها لون كده ذهبي جميل جدا. والخل علشان يسوي معايا الفراخ ويخليها الفص بتاعها يكون طري كده ودايب وجميل. وكمان هنضيف ايه؟ حبة زيت لو حابين. آه فانا مش فاكرة صراحة انا ضفت الزيت ولا لا، بس هنشوف مع بعض. انا ضفت شوية زيت برضو بيدي كده لمعة للفراخ حلوة جدا. وطبعا زي ما انتوا عارفين الفراخ بتنزل دهون يعني، بس احنا بنضيف الزيت عشان يديها كده لمعة حلو وهي مشوية كده. طبعا الفراخ بتاعتنا دي احنا نشويها النهاردة في الفرن. فزي ما انتوا شايفين كده انا قلبت كل التتبيله بقى في الفراخ. انا عندي اوراق، كل الفراخ عندي النهارده اوراق. احنا بنحب ناكل الاوراق يا اما مطبوخه او مشويه، والصدور بعملها بانيه. زي ما انتوا شايفين كده انا تبلت الفراخ معايا، هاخدها بقى احطها في التلاجة. وقبل ما احطها في التلاجة هغطيها. طبعا ما كانش في عندي ستريتش راب، فحطيتها في كيس. زي ما انتوا شايفين كده كيس نايلون ابيض، وقفلتها كويس قوي وربطت عليها وسبتها في التلاجة بقى. يفضل ان هي تتبل من قبلها بيوم. انا الحقيقة عملتها الصبح بدري جدا، وسبتها لغاية مثلا قبل العصر كده بشوية، وبدأت ان انا اشويها، وبرضو كانت كويسة وحلوة. بس انتوا لو تبلتوها قبلها بيوم هتديكوا طعم اقوى، يعني بتكون شربت التتبيلة اكتر. فزي ما انتوا شايفين كده بقى جبت صينية عندي كده، اي صينية عندك حطي فيها. انا بدأت بقى احط بقى الفراخ بتاعتي كده، وكنت مشغلة عندي الشواية بتاعت الفرن. وهبدأ بقى ان انا احط الفراخ بتاعتي في الفرن. طبعا بنقلبها باستمرار، يعني يمين وشمال، كل فترة كده تقلبيها يمين وشمال علشان ما تتحرقش منك. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة بدأت بقى ان انا اجهزها للشوي. وحطيتها بقى على الشواية زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت الشبكة تحت خالص علشان الفراخ ما تتحرقش. وده كان شكلها. طبعا بعد كده بقى جهزت الطبق عندي بتاع التقديم. قطعت فيه شوية خضرة كده، بقدونس،
وبدأت بقى اجيب الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، منزلة العصارة بتاعتها كلها زي ما انتوا شايفين كده. بجد كان طعمها حلو جدا. جربوا التتبيلة دي بجد هتعجبكم. وزي ما انتوا شايفين طبعا عشان انا قلبتها كانت على الناحية التانية، فبدأت بقى ان انا اشيل الفراخ بتاعتي واقدمها كده زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا انا بحب جدا جدا الفراخ المشوية انا وولادي، والنهاردة الغدا بتاعنا هيكون زي المطاعم كده بالظبط. ولادي بيحبوا جدا الاكلات زي اكلات المطاعم، عايزين كفتة مشوية على الفحم، عايزين فراخ مشوية، عايزين شاورما، عايزين سندوتشات برجر، عايزين بيتزا، عايزين اكل زي بتاع المطاعم. فالنهاردة بقى قلت لهم انا هعمل لكم احلى فراخ مشوية. حطيت بقى عليها شويه بقدونس كده من فوق زي ما انتوا شايفين، حاجه كده بسيطه عشان بس الشكل الجمالي، يعني كانهم في مطعم بالظبط. وهبدا بقى ان انا اعمل طحينه. النهارده هيبقى عندنا الفراخ جنبها طحينه وعيش وشويه بقى مخلل، ويعني هندلع اليوم كده. فبعد بقى ما قدمت الفراخ كده زي ما انتوا شايفين، هبدأ بقى ان انا اعمل الطحينة عندي. والطحينة طبعا انا ما جبتلكوش كل التفاصيل يعني، بس هي سهلة. يعني بنحط الطحينة البيضة عليها ملح وشوية فلفل وخل وفص ثوم صغير، تنزلي بشوية مية دافية، وتبداي بقى ان انت تزودي المية حبة حبة لغاية لما تلاقي عندك الطحينة التقل اللي انت عايزاه او السمك اللي انت عايزاه. هنا حمرت لهم بطاطس وحطيت لهم عليها بهارات البطاطس بيحبوها جدا. وقطعت بقى خيار وطماطم والكاتشب طبعا. حطيت كده في بولة صغيرة، هم بيحبوا يعني ياكلوا البطاطس كده بالكاتشب، فحطت لهم في بولة. واللي عايز برضو ياخد على الطبق بتاعه كاتشب براحته، يعني سبت برضو الازازة بتاعه الكاتشب كده. وده كده كان الغدا بتاعنا بتاع النهاردة زي ما انتوا شايفين. حطيت بقى كل واحد قدامه طبق كده علشان ياخد فيه الفراخ بتاعته. طبعا العيش زي ما انتوا شايفين العيش الابيض زي المطاعم بالظبط. طبعا مش قادرة اقول لكم فرحة ولادي بالاكل ده كانت عاملة ازاي، يعني كأنهم طايرين كده. طبعا جبت برضو البيبسي، وطبعا عشان احنا عاملين مقاطعة فبنجيب البديل بتاعه المصري يعني. وعبيت لهم كده الكوبايات بتاعتهم. انا بالنسبة لي مش بشرب بيبسي على الاكل يا جماعة، بشرب بعد الاكل. فحطيت للولاد ولزوجي. وكده الغدا بتاعنا زي ما انتم شايفين حاجة بسيطة على قد الايد. وبجد كانت الفراخ جميلة جدا، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات جربتوها ولا لا. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين دخلت بعد ما خلصنا الغدا. قلت بقى اما ادخل بقى على اللي بعد كده. كان زوجي جايب لي شوية حاجات كده للبيت. انا كنت طبعا قايله لكم ان انا طالبة منه حاجات. جاب لي طماطم وجاب لي بطاطس وجاب لي شوية حاجات للبيت هنشوف مع بعض. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده بدأت بقى ان انا اخد الطماطم واغسلها كويس قوي تحت المية، وابدا ان انا احطها في السبت. برضو بالنسبه للميه، ناس كتير من المتابعين بتوعي برضو اللي على راسي بيقولوا لي بقفلي الميه. يا جماعه انا بنسى والله العظيم. انا اكيد طبعا مش يعني بحب ان انا اسيب الميه مفتوحه على الفاضي، بس اكيد انا يعني بكون بغسل محتاجه الميه الجاريه على طول. انا بحب الميه الجاريه على طول حتى لو انا بغسل مواعين او بغسل خضار. فهبقى اخلي بالي حاضر، وهبقى اقفل حنفيه الميه لو انا مش محتاجاها. طبعا انا كنت بوريكم الطلبات قبل ما اجهز يعني حاجات كتير في البيت وكده. فكان متبقى عندي عيش زي ما انتم شايفين، حطيته كده وربطته في الكيس. هنا كان في البرجر ده برضو حلو جدا، بجربوه. طبعا زوجي جاب لي خيار، جاب لي بصل، جاب لي خضرة. جاب لنا بقى شوية مسليات كده علشان احنا بنحب جدا جدا نسهر بالليل على التلفزيون. فجاب لنا شيبسي. جاب شيبسي بالليمون ليه، وجاب شوية مقرمشات للولاد، وجاب لهم شيبسي بالكباب، وجاب لنا شوية ملبس. انا بحب الملبس جدا انا والبنات. وجاب لنا شوية حمص، الحمص ده جميل قوي قوي. وجاب لنا شوية فول، وزي ما انتم شايفين كده شوية حاجات بسيطة يعني. طبعا انا بعد ما خلصت بقى الخضار وغسلت الطماطم وغسلت الخيار، هبدأ بقى ان انا اعين الحاجة بتاعتي دي كلها في التلاجة وفي الفريزر. اول حاجة حطيت البرجر كده في الفريزر زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى دخلت على الخضار. غسلت الخيار وحطيته في المنظم ده كده. وكمان افتكرت الليمون، كان زوجي جايب ليمون فروحت غسلته ورجعت تاني
حطيته جنب الخيار كده عشان في مساحة يعني، فحطيت الخيار مع الليمون، وبعد كده عينته في التلاجة تاني. فضلت راحة جاية على التلاجة احط الطماطم، لا احط الخيار كده يعني. وزي ما انتم شايفين كده الفيديو بتاعنا خلص. استنوني ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي، اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامة.